هولندا معروفة دايما بجمالها وطبيعتها الخلابة، لكن في نفس الوقت زي أي بلد تاني في أماكن مش حلوة وخطيرة شوية. النهاردة نتعرف مع بعض على أجمل وأسوأ الأماكن في هولندا، وكمان هنتكلم عن الشارع الأحمر المشهور. لو بتخطط تزور هولندا قريب خلي الفيديو ده دليلك. أول حاجة لازم تعرفها إن هولندا مشهورة جدا بالطواحين الهوائية، خصوصا اللي موجودة في كاندراديك. المكان ده واحد من أجمل المواقع السياحية في البلد، والطواحين هناك مش بس منظر طبيعي رائع، لا دي كمان جزء من التراث العالمي لليونسكو. ولو عايز تشوف هولندا القديمة لازم تزور كاندراديك. أمستردام هي العاصمة وأكبر مدينة في هولندا، وبتعتبر من أجمل المدن في العالم بسبب قنواتها المائية والعمارة الجميلة والمتاحف الفنية اللي فيها. لو بتحب الفنون والثقافة أمستردام هي المكان المثالي ليك. في متحف فان جوخ ومتحف ريجكس اللي بيوفر ليك فرصة تشوف الفنون الرائعة هناك. لو بتحب الورد مفيش مكان في العالم يقدر ينافس حديقة كوكنهافن في هولندا. الحديقة دي بتعتبر من أكبر الحدائق للزهور في العالم، وفي موسم الربيع بتتحول لمشهد خيالي بألوان وأنواع الزهور اللي تاخد العقل. دي زيارة مش ممكن تفوتها لو كنت في هولندا. الشارع الأحمر في أمستردام هو من أكتر الأماكن المثيرة للجدل في العالم. المنطقة دي معروفة بأنها بتسمح بالدعارة بشكل قانوني، وده بيخليها مكان خطر جدا وغير آمن لبعض الناس، رغم إن في ناس بتيجي تزور المكان كنوع من الفضول والمغامرة، لكن في الآخر هو مكان ممكن يكون ليه تأثير سلبي على الزوار. أمستردام من أقدم المدن في هولندا، وبتتميز بشوارعها الضيقة والمباني القديمة اللي بتاخدك في رحلة عبر الزمن. المدينة دي مشهورة بالقلع والجسور التاريخية، وده بيخليها مكان مناسب جدا لعشاق التاريخ والهدوء. رغم إن روتردام مدينة كبيرة وفيها أماكن حلوة كتير، إلا إن الميناء الصناعي اللي فيها واحدة من أسوأ الأماكن اللي ممكن تزورها. المنطقة مليانة بالتلوث والضوضاء بسبب حركة السفن والبضائع، وده بيخليها مش مريحة للزوار. الميناء مهم اقتصاديا لكن كواجهة سياحيا مش مفضلة للزوار. الريف الهولندي هو كمان لازم تروحه لو كنت بتحب الهدوء والطبيعة. في قرى زي جسر يوني اللي بتشتهر بالقنوات المائية اللي بتعدي وسط البيوت. كمان الناس هناك بسيطة وطبيعية جدا، وده بيديك فرصة تشوف الحياة الريفية الهولندية على طبيعتها. حي زويد أوست في أمستردام معروف إنه من المناطق اللي مش آمنة بشكل كبير، وبيشهد حوادث سرقة وأعمال عنف كتير. الحي ده بعيد عن الأماكن السياحية المعروفة، وعشان كده بنصحك إنك تبعد عنه لو كنت في أمستردام وعايز تتجول في أمان. أوترأخت من أقدم المدن في هولندا، وبتعتبر قلب البلد بسبب موقعها الجغرافي المميز. المدينة دي مليانة بالتاريخ والثقافة، وفيها كاتدرائية دومو اللي بتعتبر واحدة من أجمل المباني الدينية في البلد. زيارة أوترأخت هتكون تجربة جميلة ومليانة تاريخ. أيندهوفن مدينة حديثة ومعروفة بكونها مركز للتكنولوجيا والابتكار، رغم إنها مش مشهورة سياحيا زي أمستردام إلا إنها ممكن تكون حلوة للناس اللي بتحب التكنولوجيا والمستقبل. المدينة كمان بتضم مهرجانات فنية وتكنولوجية طول السنة. هولندا بلد جميلة جدا وفيها تنوع كبير من الأماكن اللي ممكن تزورها، من الطبيعة للزهور للمدن التاريخية والثقافية. بس زي أي مكان تاني في العالم فيه أماكن حلوة وأماكن مش كويسة. ولو بتخطط تزور هولندا خليك دايما عارف إيه الأماكن الآمنة وإيه الأماكن اللي ممكن تتجنبها عشان تستمتع برحلتك لأقصى درجة. شكرا لكم.